بيعمل ليورجن كده، بيعمل ليورجن كده، بقول له اسكت اسكت. 2-1 يلا، 2-1 وعلى ملعبك يلا وب10 لاعيبه يلا. ليفربول في الجولة الثالثة ينتصر على نادي نيوكاسل بنتيجة 2-1. فيلا نشوف قال اللي جرى في المباراة. بس قبل ما نخش في الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتجي شباب اشتراك في القناة، ويلا نخش في الفيديو. ليفربول ونيوكاسل، انا قلت لك ايه؟ قلت لك ايه في فيديو توقعات؟ قلت لك ان ليفربول هيكسب نيوكاسل عادي يعني يا باشا. هو الفريق الوحيد اللي بيدي اللي بيدي نيوكاسل على وشه رايح جاي هو ليفربول. نيوكاسل ب 11 لاعيبه، ليفربول ب 10 لاعيبه، وليفربول عمل على ريمونتادا. بل لما ليفربول اتطرد منها فيرجيل فان دايك لعبوا احسن بكتير قبل ما يكون ليفربول كامل العدد. وتغييرات يورجن كلوب بقى، يورجن كلوب ساعه ما مساعد المدرب عمل له كده بيقول له اسكت، قال له اسكت، انا اسكت؟ ده انا يورجن يلا، ده انا يورجن. وقام غير التشكيله ونزل بقى اللاعيبه كلها، ونزل لاعيبه بقى وطلع لاعيبه وطلع ماكاليستير بقى، ونزل اليوت وموت يابا. عمل الريمونتادا عليه وقلبها فوق دماغه كلها. الصراحه المباراه كانت جميله قوي قوي قوي، وكانت برده لو انت بتشجع ليفربول ما عدا اخر تلت ساعه. كانت المباراه كده حلوه كده غسلك من جوه لما تشوف ليفربول بدا ايه يمسك الكوره، بدا يلعب، ونيوكاسل بدا يخرف في المباراه. ليفربول بدا المباراه مش شايف قدامه، ففي الدقيقه الثالثه تريند الكسندر ارنولد ياخد انذار على طول. لا ومش بس كده، في الدقيقه 25 محمد صلاح يرجع الكوره لتريند الكسندر ارنولد تفلت من تحت رجله وتروح لجوردان ويقوم حاطط في الجول بغلط تافه من الدفاع. تحس ان الجوله دي جوله الغلطات. برضك بوكايو ساكا رجع الكره للدفاع، غلط من رامز ديل وغلط من الدفاع اللي ما كانش بيتمركز صح، فدخل الجول برضك في ارسنال. لا ومش بس كده، في الدقيقه 25 تلبس جول، في الدقيقه 28 فيرجيل فان دايك اتطرد منك في ظرف 3 دقايق، يكون داخل في الجول ومطرود منك لاعب. بس الصراحه فيرجيل فان دايك يستاهل الطرد. دخل الكسندر ايزاك شاله يا جدع على الارض، موته، كان ناس يموته بس. ولا ومش بس كده، ده فيرجيل فان دايك كمان كان اخر لاعب في الملعب، فاللي هو طرد انت لابسك الطرد. اما محمد يورجن كلوب لما فيرجيل فان دايك اتطرد طلع لويز دياز ونزل جوميز. قلنا ايوه بقى، هي بانت بقى لما لويز دياز اللي جاب لي، هو اللي جاب لي اهداف في اخر مباراتين اللي لعبهم في الدوري الانجليزي طلع، فخلاص بقى هنقول الماتش سلام. وجوميز يعني عارفينه، يعني هو من نايم من ساعه ما جه ليفربول، وانا ما شفتش منه اي حاجه عدله خالص. الشوط الاول يخلص وننزل في الشوط الثاني نبتدي كده كيران تريبير من عند نيوكاسل ياخد انذار. عمت يورجن كلوب بقى من ساعه ما مساعد المدرب عمل له اسكت، قال له لا اسكت، تعالى بقى يا معلم، تعالى كده يا عم اندو، اطلع لي كده، شكلك لسه لسه جديد ولسه عاوز كمان شويه عشان تستوي معانا في الدوري الانجليزي. وانزل يا عم هارفي اليوت مكان اندو ووريني الشغل. وانت يا عم جاكبو شايفك كده مش فايق، بقالك ماتشين وما بتعملش اي حاجه، ولا عارف تسجل ولا عارف تجيب جوان. انزل يا عم جوه، لان نفسي ما اقعدش اشوفه في الملعب تاني. ضيع على الليفر هدف ثالث في الدقيقه مش عارف 95 ولا الدقيقه كام، الدقيقه 93. كان في الدقيقه 93 واخد الكوره، كان معاه صلاح وداروين جنبه وفضل يلف حوالين نفسه وما عملش اي حاجه بيها. والله يعني ساعتها بدات اشتم فيه شتايم، باص يعمل اي حاجه. وخصوصا نيوكاسل كان ممكن يجيب في الجول باي لحظه خالص. لحد الان النتيجه 1-0 لصالح نيوكاسل. اجى بقى عم ايدي هاو بقى لقى يورجن بيطلع وينزل، قال لك لا انا مش مدرب قليل هنا، وقام بقى يا معلم عمل لك تبديلاته. في الدقيقه 72 قال لك ايه بقى، تعالى كده يا عم الكسندر ايساك انزل لي يا عم كرم ويلسون. ماشي، تبديله ايه مفهوم، نبلعها. وقام مطلع مين بقى يا عم الحنيوك، طلع جوردان اللي هو اخطر واحد اصلا عنده في الهجوم اللي جاب له الهدف، ونزل هارفي بارنس. لا ومش بس كده، قام ساحب ليساندرو تونالي من نص الملعب، وقام منزل لك سيلدون ستاف. هيعمل لك كده يا معلم مش عارف بقى. فكده ايدي هاو بوظ الماتش عليه وضيع الماتش من ايده، وادى الماتش لليفربول ان هو يتعادل، وبيقول السلام عليكم انا مش عاوز اكسب النهارده. عمك يورجن كلوب عمل ايه بقى، عمل التبديله اللي غيرت المباراه كلها. ففي الدقيقه 77 ماكاليستير طلع وقام منزل مكانه داروين نونيز. والله يا عم يورجن كلوب انا مش عارف ليه ما كانش بيلعب بداروين نونيز، ما لعبوش خالص ولا بدا بيه في الجولتين اللي فاتوا. ليه مش عارف، مع ان في البري سيزون هو ومحمد صلاح كانوا باين بينهم التفاهم، وانهم بينهم حركات وفي تفاهم كبير، وصلاح يلعب له البينيه ويلعب بينيه صلاح.
مش عارف ليه ما بدأش بيه، يعني الليفر يورجن كلوب بيتحنك في حاجات كده مش عارف ليه. وبرضك من ضمن الحاجات اللي أنا مش فاهم، طب هو ليه ما بدأش بكوناتيه النهارده مكان ماتيب؟ مش عارف ليه، هل كوناتيه مصاب؟ دي ما اعرفهاش. وقام ساحب بقى جوال ماتيب اللي ما كانش عاجبني النهارده قوي، وينزل مكانه كوانسا، والعب يا معلم بقى على اللي يشيل. دقيقة 81 داروين نونيز سجل هدف التعادل لليفربول بخطأ من الدفاع برضك. هدف نيوكاسل جه بخطأ من ارنولد، وهدف ليفربول جه بخطأ برضك من الدفاع. الكرة خبطت في المدافع ولفت لداروين، بس الاسيست اتحسب لديجو جوتا اللي ماشي معاه حلاوه والله. ديجو جوتا الماتش اللي فات جاب اسيست كده، اللي هو باص الكوره اي حد يعرف يباصيها لويز ديت حطها، وبرضه سجل هدف. يعني الكره سوبوسلاي شاطها ردت له حطها في الجول، كتر خيره والله. يعني اللي هو تحس هو لاعب فانتازي صرف، ما بيقدمش في الملعب اللي هي حاجات كرييتيف خالص. اما عمك ايه ده، هو بقى قال لك ايه ده، داروين جاب التعادل، لا بقى انا هتفلسف كمان، قام مطلع جوالينتون ونزل مكانه اليوت اندرسون. خلاص بقى كده الماتش ده على عم ايدي هاو، ونيوكاسل يروح بيته. صحيح انا على ملعب نيوكاسل ارض اصلا. في الدقيقه 93 كره تيجي لمحمد صلاح بقى ببينيه بباص واحد على طول لداروين، وحطها بنفس الطريقه اللي حط بها الهدف الاولاني. لا مباراه كده ودراما. ليفربول بقول لك كان بادئ الماتش الشوط الاول كله ولحد الدقيقه 65 من الشوط الثاني ما كانش شايف قدامه خالص. كان نيوكاسل كان في ايده انه يكسب 5-6، ضيع فرص موت. واليسون بيكر والتصديات العالميه، والله اليسون بيكر دوت لا والله احنا نشيله فوق راسنا راجل، كتر خيره والله. انا والله مش فاهم ليفربول فريق عجيب والله، فريق هو كامل 11 لاعب تحس اللي مش عارفين يلعبوا. لما الفريق بقى ينقص منه لاعب يبقى 10 لاعيبه تلاقي الفريق اتحول بقى. لا احنا ليفربول وبيلعبوا بطريقه وهم ناقصين مش عارف. كذلك دي اللي حصل في مباراه بورنموث اللي فاتت، لعبوا بنفس الطريقه ديت. والله يعني فريق هيوقع قلوب جماهير ليفربول مع نهايه الموسم. والله لو فضل مستمر على الطريقه ديت، كل ماتش واحد يطرد في اول 3 دقائق ياخد انذار، في 3 دقائق بس بقول لك لبس جول وطرد فيرجيل فان دايك اللي هو كابتن الفريق واهم واحد في خط الدفاع. فبالراحه شويه بقى، بالراحه شويه يا عم يورجن انت واللي. وتوقعي كان صح يعني، وانت ما بتشوفش حلقه توقعات في الفيديو اللي قبل دوت كنت متوقع ان الليفر هيكسب 2-0 ل 2-1، ولو هيتعادلوا 3-3. والمره دي كان ممكن يبقى فيها اهداف كتير، بس نيوكاسل ضيع فرص وكذلك الليفر ضيع فرص. ليفربول مشاكله المعروفه اللي هو مشاكله الدفاعيه، والله نفسي يحلوها. لو حلوا المشاكل الدفاعيه فريق مش فيش حد يعرف يفوق باله، لان هجومه هيقدر يصدف اي حد. هجوم ليفربول بيعرف يسجل، بيعرف يجيب جوان، بس دفاعيا بيستقبل اهداف كتير. من بدايه الدوري ما طلعوش بكلين شيت ولا مره، بس بيقدروا يسجلوا اهداف. ودايما اهداف ليفربول في الدوري الموسم دوت بتيجي بعد ما الفريق يستقبل اهداف. ما مش عارف ليه، نفسي والله يحافظوا على الكلين شيت شويه، لان اليسون بيكر حارس حلو. يعني لو العلم الحارس هتفهم الموضوع دوت المنظومه الهاش ده. بس اليسون بيكر حارس كبير قوي وشايلك حرفيا، شال كور كتير في المباراه ديت. بس المشكله في خط الدفاع، يعني المشكله في منظومه دفاعيه. يا ريت يا عم يورجن يحلها، علشان ايه شكلها تبقى سنه جميله، عشان ليفربول دلوقتي بقى في المركز الثاني ان شاء الله. يعني عندي امل كده مش عارف جاوب ان انا حاسس ان الليفر هيحقق الدوري. هتقول لي انت عبيط، اقول لك يا عم انا عبيط والله، حاسه يحقق الدوري مش عارف ليه. وبس كده يا رب بقى، يعني مش بالراحه بقى، يا ريت نكسب مباراه كده بقى على الهادي بقى عادي، مباراه عاديه نخش كده نكسب، بلاش هدف في اول 3 دقائق زي مباراه بورنموث وبعدين اعمل ريمونتادا وهدف وطرد في 3 دقائق في مباراه نيوكاسل، واعمل ريمونتادا وفي اخر دقيقتين في المباراه وداروين بقى وينزل على رجله بقى والحاجات دي كلها. يا ريت يعني مباراة عادية نخش نكسب عادي كده مباراة. أنا مش عاوز شغل الدراما دوت. هو كمشجعين الكورة عامة المباريات دي حلوة قوي، والدراما بقى والدوري الإنجليزي، بس كمشجعين النادي على الهادي مش كل مباراة. وبس كده، سلام.